إيه اللي ممكن يحصل لو شلنا البنكرياس؟ ده سؤال سألوه في أواخر القرن التسعتاشر. العالمين ميرينج ومينيكوفسكي كانوا عايزين يعرفوا أكتر إيه دور البنكرياس. شالوا البنكرياس من كلب، لقوا بدأ يبان عليه أعراض عطش وبول كتير. لما حللوا البول لقوا فيه نسبة سكر عالية، دي أعراض متشابهة لمرض السكري اللي بيجي للبشر، المرض اللي منتشر اللي مش مفهوم لحد أواخر القرن التسعتاشر. الطب غريب جدا، بالصدفة اكتشفوا إن المسؤول عن المرض هو البنكرياس، لكن لسه مش مفهوم إزاي. أصل لو فهمنا ده هيكون في فرص أكتر للعلاج. مع إن زمان سنة 1500 قبل الميلاد في بردية إبرس كان مكتوب عن شخص عنده أعراض بول كتير والبول ده كان مسكر. وبعدها في القرن التاني الميلادي في اليونان سموا الحالة دي ديابيتس، يعني تبول زيادة. لحد القرن الحداشر ابن سينا بدأ يربط الأعراض دي وقد إيه هي بتأثر على الوزن وعلى الطاقة، لكن لسه المرض مش مفهوم. نرجع تاني للقرن التسعتاشر، الطبيب الألماني بول لانجرهانس بدأ يشوف البنكرياس وإن في تراكيب صغيرة كده شبه الجزر موجودة في نسيج البنكرياس، واتسمت باسمه بعد كده جزر لانجرهانس. بعد كده اكتشفنا إن خلايا بيتا جوه الجزر دي هي اللي بتطلع الهرمون المنظم لسكر الدم، الأنسولين. كلمة أنسولين جاية من كلمة لاتينية إنسولا، إنسولا دي معناها جزيرة، فبقى الأنسولين هو الهرمون اللي جاي من الجزر. في بداية القرن العشرين كان في ربط إن في جزر في البنكرياس بتطلع هرمون، الهرمون ده مسؤول عن تنظيم السكر. في كندا العالمين فريدريك بانتينج وتشارلز بيست حاولوا يستخلصوا الأنسولين من الكلب، ونجحوا في ده، إن يبقى في أول علاج حقيقي لمرض السكري سنة 1921. متخيل إن المرض مذكور من أكتر من 1500 سنة قبل الميلاد لحد 1921 بنحاول نفهمه، لكن الإنجاز الفعلي فعلا كان في آخر 100 سنة، من 1921 لحد دلوقتي. مرحلة اكتشاف المرض بالتفصيل وإيه الحلول والأدوية، ويبقى في جايد لاينز نستخدمها عشان نعالج المرض. وبعد كده ننشر الوعي إزاي أصلا يبقى في وقاية من المرض السكري، وإيه الأعراض والتحاليل اللي ممكن أعملها وتنبهني إني داخل على مرض السكري. خلي بالكم من صحتكم. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.